هذه نصيحة لأصحاب مشاريع الحلويات. كنت أشوف واحدة مصورة فيديو مشترياتها حق مشروعها، فمن ضمنها كرتون زبدة لورباك. قاعدة أحسب أنه كم متكلف وكم كذا، عرفتوا وما إلى ذلك. أنا بتكلم عن أنواع الزبدة هذه، أنا أستخدمها وهي اقتصادية. أنا أشوفها بديل أفضل لأصحاب مشاريع الحلويات. سعرها جدا ممتاز، 2.5 كيلو. بعضهم 25، بعضهم 28، 30، 32. تظل أن سعرها يعتبر اقتصادي جدا وموفر، وتقدرين تربحين منها، على عكس الماركات الثانية، الأنواع الثانية، الزبدة المعروفة اللي 100 جرام فيها 5-7 ريال وما إلى ذلك. يعني إن كنتي صاحبة مشروع كوكيز، إن كنتي صاحبة مشروع براونيز أو كيك، أو أنا أستخدمها حتى في كريمة الزبدة وجدا ممتازة. بس خليني أقول لكم معلومة على كريمة الزبدة. لما انقطعت زبدة الألماس اللي قلت لكم عنها، لقيت 3 أنواع موجودة، والثلاث أنواع ما أعرفها، وحاولت أني أبحث على السريع، ما لقيت يعني أي شيء عنها بجوجل، أحد يمدحها أو شيء كذا، عرفتوا؟ فجبت نوعين منهم. ما أدري إيش اللي خلاني أسوي النقطة هذه، اللي عن جد يعني كانت نقطة فارغة في اختياري للزبدة. طلعت من اللوحين زبدة، أبي أشوف إيش يصير فيهم بحرارة الغرفة. واحدة يعني ظلت متماسكة، هي ذايبة، يعني لو لمستها كذا راح تذوب معي، عرفتوا؟ بس ظلت متماسكة، محتفظة بالشكل اللي أنا خليتها عليه، قطعتها عليه، ظلت قطعة مربعة محطوطة كذا، تمام. الثانية ايش صار فيها؟ حرفيا صارت كذا، انتم متخيلين؟ صار كأنه في قطعة زبدة وهنا زيت حولها كذا بحرارة الغرفة. أنا هذه مذوبتها، هذه ماخذتها من هنا وذوبتها، تمام، عشان أوصل لكم الفكرة. كانت بحرارة الغرفة كذا، كأنه في زيت فصل منها، ما كان، وفي قطعة زبدة كذا بالنص. انتم متخيلين الوضع؟ فانتبهوا للأشياء، في حال لو أنتم ما عندكم مثل في حال لو ما عندكم مثل نوع الزبدة هذه، أو ما لقيتوها وبتجربون أشكال جديدة، سووا الاختبار هذا، راح يفرق معاكم، وخاصة اللي يستخدمونها حق كريمة الزبدة، كريمة تغليف الكيك، لأنه هالمنظر يعني ما راح يسرج إذا كنتي تسوين كريمة. أنا لما أطول أشتغل على الكيكة، أزينها وأسوي وكذا وأواسي وأعدل، أحس إنها بدت تذوب بسبب حرارة الجو. يعني مثلا أدخلها بسرعة الثلاجة أو بالفريزر وأطلعها، تظل محتفظة بشكلها. بس لو كانت بهالشكل، يعني مجرد ما إنها تعرضت للحرارة بتصيح كذا، هذه مشروع فاشل، أبدا أبدا مشروع فاشل. إذا أنت صاحبة مشروع وكنتي متعودة تستخدمين أنواع زبدة، فأنت الحين بتدخلينها هذه، طبعا راح تسوين تجارب، اتأكدي من نسبة السوائل اللي موجودة. يعني عادي إنش متعودة المقدار مثلا اللي بتستخدمينه 100 جرام، معها كوب طحين، معها حبة بيضة كذا، لكن الزبدة هذه فيها نسبة سوائل أنت مو متعودة عليها. احتمال ان نسبة السوائل هذه تكون بحاجة لطحين الزيادة، أو بحاجة إنش تقللين من الطحين، فأنتي تنتبهين لهالنقطة. في حال إذا بتغيرين وأنتي صاحبة مشروع، تهتمين في النقطة هذه، لأن لو تغير عليش وزنية الخليط، النتيجة راح تتغير. فأنه بتقولين لا هذه فاشلة الزبدة وهذه مدري إيش، فتأكدي من نوع الزبدة وحاجتها للسوائل، والسوائل اللي موجودة فيها، وحاجتها للطحين عشان تضبط معاش. وبالتوفيق للجميع.